بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحبائي عشاق الكرة مع محترم، أنا حبيت النهاردة أتناقش معاكم بعد مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الموريتاني. طبعا زي ما كلكم عارفين المباراة انتهت 2-0 لمنتخب مصر. هدف احرزه محمود حسن تريزيجيه، هدف لا يصد ولا يرد الصراحه، هدف يعني قنبله. والهدف الثاني احرزه الكابتن محمد صلاح من متابعه عرضيه من محمد حمدي. منتخب مصر النهارده كان بيلعب بطريقه 4-2-3-1. باك يمين احمد عيد، باك شمال محمد حمدي، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم في القلب، حمدي فتحي ومروان عطيه في النص، تريزيجيه وصلاح وزيزو وعمر مرموش في الهجوم. الصراحة ربنا يعني النهاردة منتخب مصر أداء سيء في الشوط الأول، ما أداش منتخب مصر في الشوط الأول المرجو منه، لأن موريتانيا عملت شوط تكتيكي عالي المستوى، لعبت 4-4-2، رمت 2 قدام وحطتنا احنا وأمنت نص ملعبها، ولعبت فيه برضو حاجات في المنتخب المصري محتاج إن أنا أشير ليها وأتكلم فيها. اول حاجه يا كابتن يا حسام حسن، احنا محتاجين باك يمين. بكلمه باك يمين مع احترامي للكابتن احمد عيد، لاعب مستواه اتطور في الفتره الاخيره، لاعب مش وحش، لكن نادينا مرارا وتكرارا بالكابتن عمر كمال عبد الواحد، راجل عنده سرعه، راجل عنده قوه. كمان برضو الكابتن عمر جابر برضو راجل حريف، عنده قوه عنده سرعه. محتاجين نغير المركز ده بعد اصابه محمد هاني. الناحيه الثانيه كلنا وبالاجماع بنقول شابوه الكابتن مروان عطيه. الكابتن مروان عطيه اصبح مسمار نص ملعب منتخب مصر، بأدي بطريقه حلوه، ناقصه بس يروح على الجون يشوت. النهارده كلنا بنثني على اداء الكابتن مروان عطيه، ادى مباراه جيده ويعتبر احسن لاعب في المباراه من وجهه نظري الشخصيه. بالنسبه للكابتن حسام حسن، احنا دلوقتي تصدرنا المجموعه برصيد 9 نقاط، وامبارح بتسوانا كسبت الراس الاخضر 1-0، فاصبحنا احنا 9 نقاط وكل المجموعه 3 نقاط، فاضل لنا نقطه واحده ونصعد من المجموعه. لكن لحد دلوقتي احنا لسه ما حسيناش بالتجانس في المنتخب الوطني، ما حسيناش بالاداء الفني، ما شفناش جديد من الكابتن حسام حسن. ماشي، عنده باور، عنده حميه، عنده لكن هو عنده حق في نقطه كان بيقولها في المؤتمر الصحفي، ان في عزوف عن المنتخب الوطني. ما فيش، لو رحنا الجزائر، رحنا غانا، رحنا المنتخبات التانيه، لان بصراحه الاعلام بتاعنا مش فاضي غير يحكي في الكلام السيء، هو اللي بيجذبه. عمالين نحكي على اكبر قلعه رياضيه في مصر، لا انا اكبر قلعه رياضيه في مصر، لا السبعه، لا التسعه، ما فاضينش غير الكلام ده. فعادي يعني، ما اللي يقول بس خلينا نقف في ظهر المنتخب الوطني. برضه هنقف في ظهر الكابتن حسام. لكن يا كابتن يا حسام، احنا عايزين برضه من ضمن الحاجات السلبيه، عايزين حد معلم في نص الملعب، عايزين راجل معلم، باص هات وخد، يعمل ثرو، يعمل فنتات، يعمل الغير متوقع في نص الملعب. عندك امام عاشور، عندك ناصر ماهر، عندك قفشه، عندك ابراهيم عادل، عندك لعيبه ممكن تأدي الدور ده. عايزين اسطى في نص الملعب، عايزين واحد ياخد هات وخد، عايزين حد في نص الملعب. عندنا تريزيجيه، عمر مرموش، زيزو، صلاح، كلهم بيجروا في المساحه، عايزين حد اللي وصلهم للمساحه دي. اللي المنتخب اداؤه في الشوط الثاني اتحسن، كان حلو، ادى اداء حلو. المنتخب الموريتاني مع احترامنا ليه منتخب على قده، لكن منتخب مصر فنيا مستنيين منه كتير، لسه ما وصلناش للكابتن حسن شحاته والاداء العالمي اللي احنا شفناه في غانا 2008. تسال اي مصري، نفسنا نشوف 2008 تتكرر في حياتنا كاداء ونتيجه كلاعيبه. منتخب مصر دلوقتي عنده اريحيه في الصعود، عنده نتمنى من الكابتن حسام حسن يضيف لنا اكتر تكتيك. دربت كذا فريق، مدرب حلو وراجل شابوه ليك، بس احنا عايزين نشوف ده في ارضيه الملعب. هو صرح برضه في المؤتمر الصحفي وقال صلاح واخد راحته. انا بحيي الكابتن حسام حسن على انه قدر يحتوي محمد صلاح، وقدر يبقى فيه بساطه، في سلاسه، لان ده عمود من اعمده المنتخب الوطني ولازم يتحط في حته تانيه. العالم كله حطه في حته تانيه، فلازم الكابتن حسام يعامله معامله خاصه. ومش عيب، مش عيب ان انا عامل محمد صلاح معامله خاصه، هو اللي عمل كده. نجوميته، حرفنته، اشادته،
ادبه اخلاقه هو اللي عمل كده. بتمنى من كابتن حسام ان شاء الله نلعب الماتش الجاي يوم الثلاث ان شاء الله، نلعبه على الفوز، نلعبه على التقدم. عايزين ناخد اول مجموعه. حاجه حلوه وحاجه مميزه لينا ان في 3 ماتشات شباكنا لم تهتز، كسبنا 3-0 في 3-0 في 2-0. دي حاجه تضاف للدفاع وتضاف للكابتن محمد الشناوي. اسوأ حاجه في المباراه يا جماعه اصابه محمد عبد المنعم، ربنا يجعلها خفيفه، ربنا يقوم بالسلامه. عايزين نقف في ظهر محمد عبد المنعم من ساعه ما راح نيس وقعد ماتشين 3 على الدكه، سامع نغمه في السوشيال ميديا ده هيرجع من الاحتراف. ده كابتن محمد عبد المنعم ان شاء الله يبقى احسن مدافع في اوروبا، بس ياخد الفرصه يصبر ان شاء الله اصابته تبقى خفيفه. بنتمنى للمنتخب دوام التوفيق. عايزين حميه على بلدنا، عاوزين حميه على منتخبنا، عاوزين نقف في ظهر الكابتن حسام حسن، نقف في ظهر اللعيبه في اي وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اثقلت عليكم، السلام عليكم.